أنا بعرف إبليس وين. إحنا في الجنة الحين إن شاء الله. الحمد لله. إبليس وين؟ حزتها أبي أعرفه وين اللي كان سبب في النص هذين اللي كلهم في النار. لا صار خطيب وصار كلامه صح الحين وقام يقول حكم. ما فهم شو تغير. أسلم في القيام يعني ولا إيش؟ أنا بعرف شو الترقيع اللي سواها. الترقيع الله يسلمك لما أهل الجنة يدخلون الجنة إيه وأهل النار يدخلون النار انتهى دوره. فجاء يقول لهم القصة هذه. وقال الشيطان لما قضي الأمر. أهل الجنة وين؟ في الجنة. وأهل النار في النار. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. على طول فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. انتهى الموضوع. شوف، مع أن الله عز وجل سرب لنا هذا الخطاب في الدنيا، ترى يوم القيامة إبليس راح يقول لكم هذا الكلام فلا تطيعونه، ابعدوا عنه. وإبليس صادق، قال أنت شفت قد مرة أن إبليس ماسك واحد من يده ويجره؟ لا. شفت إبليس يدف واحد دف؟ لا. قال بس إلا أن أمرت بس دعوتكم فاستجبتم لي. أنت اللي استجبت. نكبهم. قال لا تلومني، لوم نفسك. ها صادق، أنا ما سويت لك شيء. يعني الله سبحانه وتعالى عطانا يعني ما ادري شو اقول، كأنه واحد يرويك نهاية الفيلم شو اللي بيصير. الله قال لنا شو اللي بيصير. ليش تروح؟ أنا يا أبو راشد باختصار قلت لك يا أبو راشد في بابين، هذا الباب وهذا الباب. هذا الباب في قطع طرق، أنت دخلت منه بيقتلونك، وهذا الباب باب أمن وسلام. أبو راشد رح دخل ذاك الباب. هم سألوك سؤال اللي داخل، قالوا أبو خالد ما خبرك؟ قل إيه والله خبرني. إذا أنت صاحي لو خلقني. الله عز وجل يقول لنا ترى هذه النتيجة الطبيعية اللي يمشي هني يوصل هني. زين إبليس وين بيروح الحين؟ بعرف أنا يعني يحترق. إبليس من البداية هو عارف مكانه وين، والله سبحانه وتعالى قال أنت ومن اتبعك لأملأن جهنم منكم أجمعين. يا إبليس واللي يتبعك، سواء أنت يا أخوي اللي قاعد تغير خلق الله عز وجل، ترى أنت قاعد تمشي ورا إبليس. وأنت يا أختي اللي قاعد تلبسين ما يمليه عليك إبليس، أنت قاعد تمشي ورا إبليس. فاللي يمشي ورا إبليس في الدنيا بيمشي وراه في الآخرة، والآخرة مكانه معروف. الله يبعدنا وياكم. يعني حس أبو خالد إن إبليس حاقد وغيران على أنه رايح النار. يعني نفس شفت اللي يرسب في الاختبار يقول إن شاء الله الربع يرسبوا معاه. فهو يبي يرسب اللي معاه فعلا، يعني ما بيدش النار بروحه، بيدخلهم معاه. هو مصدر الحقد، مصدر الكراهية، مصدر البغض، مصدر الكبر. أنا ما أستغرب من إبليس هذه مهمته، بس أنت اللي الله نور بصيرتك بالإيمان وأعطاك هذه المكافأة العظيمة اللي هي الجنة، اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ولدينا مزيد. كل ما تطلب شيء يقول لك ولدينا مزيد ولدينا مزيد. تجمعك أنت وأسرتك في هناء دائم، سعادة دائمة. أحدهم سئل صف لي الجنة، جمال الجنة، قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيها رسول الله. يكفي الجنة جمال أن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.